هقولك على سر نفسي تعرفي بيه الشخص اللي قدامك ده فعلا بيحبك ولا الموضوع تقضية وقت بيتسلى. تعرفي منين ان الراجل اللي قدامك ده فعلا بيحبك؟ هتلاقيه بيعمل حاجة من الاتنين: يا بيسمعك كويس قوي ومهتم يعرف كل تفاصيلك، يا بيحكي لك بكل أريحية وثقة، بيرغي كتير، بيحكي عن كل حاجة، بيحكي لك تاريخ حياته من يوم ما اتولد لحد اللحظة اللي انت فيها دي. الراجل لما بيحب بيسيب نفسه يحكي، بيبقى عايز يعرفك كل تفاصيله، يشاركك اهم تفاصيل اللي انت ممكن ما تعرفيهاش. بيلاقي نفسه عنده قدره انه يحكي ويسمع ويرغي ويقول لك كل التفاصيل ويسمعك، مع ان الراجل بطبيعته ملوش خلق زينا ان احنا نحكي ونقول كل اللي عندنا، وعنده قدره على الرغي والحكي زينا. بالعكس، الراجل بيبقى عايز المختصر المفيد، تنجزي تقولي اخر الموضوع. احنا لا، احنا بنحب نحكي بدايات الموضوع واخره، وما نحكيش الموضوع من اوله. ما سمعك، طالما حكى معاكي اعرفي ان انت لافته نظره. تعرفي امتى بقى ان هو مش مهتم او في حد تاني في حياته او الموضوع بقى دون كير بالنسبه له؟ لما يبدا ينسحب من العلاقه بانه ما يسمعكيش، ما يحكيلكيش تفاصيل، يقول لك اصل انا عندي شغل الصبح ومحتاجه مش عارفه ايه، والموضوع ده مش مره واحده. طبعا الكلام ده بيبقى بناء ان كل واحده عارفه الشخص اللي معاها ده، او كل واحد عارف البني ادم اللي معاه دي بتتعامل ازاي في الطبيعي. يعني طول الوقت كان صامت، طول الوقت ما كانش بيحكي، فيبقى دي طبيعته الشخصيه، ولا هو كان مهتم جدا يعرف تفاصيلك ويومك وحياتك ماشيه ازاي وروتينك اليومي، ومهتم بكل الحاجات اللي انت بتهتمي بيها، وفجاه الاهتمام قل، بطل، مبقاش يسال، في حاجه غلط. وقت ما السنسور اللي جواكي يقول لك ان في حاجه غلط صدقيه، عشان القلب بيبقى اصدق من اللي احنا بنشوفه. احنا ساعات بنبقى عايزين نصدق ان الحد ده لسه بيحبنا، كرامتنا واخدانا كده والانا عندنا عاليه، فلا الشخص ده لسه مهتم بينا. لما تحسي انه بطل يهتم فكري، هو ده الطبيعي بتاعه؟ اساليه، مفيش مانع ان انت تساليه، تلفتي نظره. احيانا الواحد يبقى عنده مشاغل فمبقاش مركز في التفاصيل اللي احنا بنركز فيها. اسالي لما توقني وتطمني ان البني ادم ده فعلا انت مش مهمه في حياته، ساعتها قدامك اختيارات كتير. نسرين العمري.